بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يدخلني وإياكم جنة رب العالمين، اللهم آمين. آياتنا في هذه الليلة من سورة البروج، قول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يقسم الله عز وجل بالسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج، والبروج هي النجوم الكبيرة العظيمة في هذا الكون وفي الفضاء وفي الفلك الفسيح. وقيل أن هذه البروج هي 12 برجا معروفة كما يعدها بعض الناس. فيقسم الله عز وجل، والله له أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته، وإذا أقسم بشيء فهذا يدلك على أن هذا الشيء المقسم به شيء عظيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وهو يوم القيامة وشاهد ومشهود. الشاهد هو الرائي والمشهود هو المرئي. وقيل أن الشاهد هم الملائكة والمشهود هي أعمال العباد. فالله عز وجل يقسم بذلك كله، بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فأين جواب القسم؟ قتل أصحاب الأخدود. لما قتلوا؟ وكيف كان وصف قتلهم؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كانت طريقة قتلهم أنهم حفرت لهم أخاديد وحفر، فأضرمت فيها النيران، وألقي فيها أولئك الأقوام المؤمنين، سيأتي بعد ذلك سبب هذا التحريق، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي هؤلاء الكفار. ذاك الملك الجبار كان يقعد ينظر ما يحدث لهم من التحريق وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا المدح جاء بصيغة الذم لتعظيم أمر هؤلاء المؤمنين، أي أنهم ما أحرقوهم وما عذبوهم وما قتلوهم بهذه الطريقة إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ثم يشير الله عز وجل إلى لطيفة جميلة، قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ليبين لك أن كل ما يدور في هذه الدنيا وفي هذه الحياة هو باطلاع الله عز وجل. الله على كل شيء شهيد، يرى ما يحدث للمؤمنين من عذاب وتنكيل وهم وغم، ليكون لهم بعد ذلك جزاء عظيما. فهو لا يغفل سبحانه وتعالى، ولا تغيب عليه غائبة، ولا يخفى عليه شيء، بل مطلع لأمر أولئك الكافرين وما حل بأهل الإيمان. لكنه يريد من ذلك عبرة ودرسا للمؤمنين ممن جاء بعدهم بأن يصبروا على البلاء، ودرسا للكافرين ممن جاء بعدهم ليتخذوا عذرا عند الله عز وجل بألا يعودوا إلى مثل هذه الأعمال من الانتقام من المؤمنين وأهل الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لم يأتي الجزاء في الآيات، لكنه لم يخبر عنهم أنه أتتهم طاغية أو صاعقة من السماء، بل أتى الجواب أن العذاب سيكون في الآخرة. فليس الجزاء فقط في الدنيا وفي الأرض، إنما في السماء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ألا فليتق الظالمون والكافرون ما يفعلون بأهل الإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.